مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة للأخبار من إذاعة هيفي اف ام. نبدأها بأبرز العناوين. الأسايش تمنع مناصري المجلس الوطني الكردي من التظاهر في تشلاغا. مقتل جندي تركي بلغم أرضي في منطقة شرناخ. أمريكا تقرر فحص اللاجئين السوريين في لبنان والعراق قبل دخولهم إلى أراضيها. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. منعت أسايش تشلاغا يوم السبت أنصار المجلس الوطني الكردي من الوصول إلى الشارع العام للخروج باعتصام دعا إليه المجلس المحلي في البلدة لإدانة ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي. وفي الوقت نفسه خرج أنصار حركة المجتمع الديمقراطي بمظاهرة مضادة رددوا فيها شعارات ضد المجلس، وهذا وقد تجمع أنصار المجلس الوطني الكردي بعدها أمام مكتب المجلس المحلي، وألقت فصلة يوسف نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي كلمة أدانت فيها ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي. كما شكر بشار أمين القيادي في البدكسة أنصار المجلس الوطني الكردي الحضور. واعتقلت الأسايش عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي فادي مرعي وعددا من الشباب، وصادروا موبايلات المعتصمين بحجة تصويرهم للاعتصام. وفي وقت لاحق وحسب مصادر من مدينة ديريك تم اعتقال كل من محمد علي أبو نادو عضو المكتب السياسي، وبسي عبده عضو اللجنة المركزية، وعمر إسماعيل عضو الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وقد تم الإفراج عنهم جميعا بعد ساعات من الاعتقال. قتل جندي تركي أمس السبت في ولاية شرناخ بتركيا جراء انفجار لغم أرضي. وذكرت مصادر أمنية تركية أن الجندي داس على لغم أرضي في منطقة بقضاء أولودرا قرب الحدود التركية العراقية. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجندي التركي قتل على الفور في موقع الانفجار. من جهة أخرى قالت هيئة الأركان التركية أن مقاتلات يونانية من طراز F-16 انتهكت الأجواء التركية فوق ولاية أنطاليا جنوب البلاد. وذكرت هيئة الأركان التركية في بيان أن 4 مقاتلات يونانية دخلت الأجواء التركية يوم الجمعة، وأن إجمالي فترة الانتهاك استمرت مدة دقيقة واحدة. وأشار البيان إلى أن المقاتلات اليونانية غادرت الأجواء التركية عقب توجه مقاتلين من سلاح الجو التركي إلى المنطقة. قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مراكز لفحص اللاجئين السوريين في لبنان والعراق قبل دخولهم إلى أراضي أمريكا. وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية حسب رويترز أن واشنطن تتجه إلى زيادة وتسريع دخول اللاجئين السوريين الذين قد يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة من خلال افتتاح مراكز فحص جديدة في العراق ولبنان. وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة تعتزم البدء في فحص أوراق السوريين الفارين من بلادهم في منشأة جديدة في أربيل بالعراق، وإعادة فتح مركز في العاصمة اللبنانية بيروت. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس باراك أوباما في أيلول سبتمبر بالسماح بدخول 10,000 لاجئ إضافي من سوريا عام 2016. أفرج تنظيم الدولة الإسلامية عن 37 مسنا من المسيحيين الآشوريين الذين كانوا بين نحو 200 شخص أسرهم التنظيم في فبراير شباط الماضي شمال شرقي سوريا، وفقا لما أعلنته منظمتان يوم السبت 7 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال أن شيوخ عشائر عربية توسطوا لدى التنظيم من أجل الإفراج عنهم. وذكرت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أن الأسرى وصلوا بلدة تلتمر وأنهم بصحة جيدة، ونشرت صورة لعدة أشخاص بينهم امرأة كانت تبكي. التنظيم أفرج حتى الآن عن 88 من المجموعة الرئيسية، ولا تزال المفاوضات مستمرة لتأمين الإفراج عن الباقين وعددهم 124. وأسرت المجموعة خلال معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية عندما اقتحم مقاتلو التنظيم أكثر من 10 قرى يسكنها الآشوريون قرب مدينة الحسكة السورية القريبة من الحدود العراقية.
نهاية الموجز، أشكركم على حسن الاستماع.